السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أصدقائي، يا رب كلكم تكونوا بخير. لو قلتلك إن الطواجن دي بربع فرخة تبيت، أعتقد إن الكلام ده مش بيوصف شكل ربع الفرخة اللي موجود في التلاجة ومحدش عايز ياكله خالص. طيب إيه طريقة الطواجن دي؟ سهلة جدا. إيه شكل الطواجن دي؟ تحفة جدا صراحة. تستحق ان حضرتك تجربيها، تستحق ان حضرتك تدخلي مطبخ اكله وسهرية، تستحق ان حضرتك تنوريني في القناة. تحفة. ما ترتبطيش باي نوع مكرونه، اي نوع مكرونه ينفع. المهم الطريقه اللي اتعملت بيها الطواجن التحفه دي، المهم الشكل العام للطواجن دي اتعملت ازاي وايه الطريقه وايه المقادير. كل ده موجود على قناه اكله وسهريه. ادخلي معايا الفيديو، ادخلي معايا القناه، هتلاقي المكونات سهله جدا وبسيطه. الاكله النهارده مختلفه تماما. يعني ايه مختلفة؟ يعني زي ما حضراتكم شايفين هي دي المكونات بتاعة الأكل، لكن هنطلع منها أكلة تانية خالص ملهاش علاقة بالمكونات دي. محتاجين ايه علشان نطلع الأكلة التحفة الجوسي اللذيذة اللي كلنا بنحبها؟ محتاجة فلفل ألوان، ممكن تستغني عنه وتكتفي لو عندك فلفل أخضر، تمام، هو بس عشان تشكيلة الألوان. محتاجة بصلة وسط، ومحتاجة بصلة خضراء. طيب محتاجة اعمل ايه؟ محتاجة اقطع كل المكونات دي قطع مربعات. يعني الفرخة دي، ده ربع فرخة يا جماعة، ده ربع فرخة بايت في التلاجة. يعني مش عايزة اقولك، يعني مش عايز ياكله خالص، ومش هينفع ان انا اسخنه واحطه على الاكل. طيب فكرت ان انا ممكن اعمل وجبه لاربع افراد من ربع الفرخه ده. زي ما قلت لك مش هنتكلم كتير، هنقطع كل المكونات دي مكعبات. من البصله دي هنقطعها ناعم جدا. هقول لك ليه واحنا شغالين مع بعض. قطعنا الفراخ مكعبات بالشكل ده، وقطعنا البصل، خرطنا البصل الرفيع، خرطنا الفلفل معلومه على الماشي نصين. الفلفل دول هنعمل لهم عملية بالشكل ده كده، وهنلف عليهم ورق استرتش يفضل في التلاجة حوالي 15 يوم ما يحصلوش اي حاجة نهائي. يفضل اسبوع اسبوعين ما يحصلوش اي حاجة خالص في التلاجة. هنكمل الوصفة بتاعتنا وهنروح على النار، هنشوف هنعمل ايه. طاسة على النار، هضيف معلقة كبيرة من الزيت، هنزل عليها بمعلقة من السمنة، ننزل بالبصل، هنزل عليها بالبصلاية الخضراء، بتفرق جدا في طعمها. اول ما يدخل البصل هنزل بالفراخ، هنزل بالفراخ على الفلفل، هقلب لحد لما الفراخ تسخن والفلفل يدبل. انا عايزه القرمشه بتاعه الفلفل تكون لسه موجوده. معلقه من الملح، مش هبالغ في البهارات علشان هتضيف عليها اطعمه كتيره فما تغيرش من طعم الفراخ. ربع معلقه من البابريكا، نص معلقه من المرقه الفوريه، نص معلقه من الفلفل الاسود. بهارات كافيه جدا اللي تعمل لي طعم حلو جدا في الفراخ. هسيبها على النار تغلي مع بعضها 5 دقايق. بعد ما الالوان كلها تدخلت في بعضها بالشكل التحفه ده، هشيلها من على النار وهنبدا نعمل بشاميل. نبدا نعمل بشاميل كريمي جدا وخفيف. معلقه كبيره من الزيت، هنزل عليها بمعلقه من السمنه. انا هضيف على خليط الزيت والسمنه 4 معالق من الدقيق. هنسلق اي كيس مكرونه، كل انواع المكرونه تنفع. بعمل البشاميل بحب اضيف مكعب من المرق
على البشاميل، بيطعم البشاميل وبيبهره، بيخليه طعمه حلو قوي. حمري الدقيق ده بيدي حلاوه للبشاميل اللي مش معقوله. بقلب لحد لما ريحه الدقيق تطلع والدقيق ياخد تحميره بسيطه. الدقيق بدأ ياخد تحميره بسيطه، شايفه لونه وريحته بقت قويه. الحليب على الدقيق ده كريمي وخفيف. المعلقه في المرحله دي مش بتأدي الغرض، فانا هشيل المعلقه وهبدأ اتعامل بالمضرب. تعملي البشاميل اوعي تنسي تضيفي كوبايه من ميه سليق المكرونه، بتنشي البشاميل اكتر، يعني بتخلي البشاميل يلف معاكي ويبقى طعم اكتر. فبقلبه لحد لما يكون زي ما قلت لك ناعم جدا وخفيف جدا. هبهر البشاميل، بس خدي بالك من مكعب المرقه لانه فيه بهارات وفيه ملح. اقل من ربع معلقه ملح، نص معلقه من الفلفل الاسمر، بتديله طعم حلو قوي. كده البشاميل بقى جاهز، المكرونه بتتسلق كده. هنبدا نكمل مع بعض. بس بشاميل خفيف خالص بالشكل ده وكريمي وناعم. المكرونه سلقناها، هنضيفها على الفراخ. المكرونه مسلوقه 5 دقايق بس. هقلب المكرونه، اضيف عليها نص البشاميل، محتاجاها تكون جوسي جدا وكريمه. طبعا الاكله دي لازم لها جبنه موتزاريلا. ممكن حضرتك تكتفي بالبشاميل، لكن الجبنه الموتزاريلا بتديها طعامه جدا وبتديها طعم حلو قوي. برامات ممكن تعمليها في طاجن، ممكن تعمليها في صينيه، ايا كان الاداه المستخدمه هتنفع. ربع معلقه في كل طاجن من الزبده. الزبده بتدي حلاوه للمكرونه وبتدي طعامه جدا للصوص المكرونه ده. هنبدأ نضيف في الطواجن المكرونة بالشكل ده. مكرونة مع قطع الفراخ، الفلفل الألوان بصراحة هتعمل لها طعم مش طبيعي، وأكلة مستحدثة من أكلة في التلاجة. أنزل عليها بالبشاميل، عايزينها غرقانة بشاميل. ممكن تستغني عن المكرونه، ممكن تستغني عن الجبنه الموتزاريلا وتكتفي بطبقه البشاميل. هتاخد لون وهتحمر وهتبقى كريمي جدا وهتبقى ناعمه جدا. لكن طبعا كلنا بنحب الجبنه الموتزاريلا. هدخلها الفرن وبعدين هسيبها في الفرن نص ساعه تغلي في قلب بعضها كلها مع بعض كده، وبعدين هضيف عليها الجبنه الموتزاريلا وهنشوف تسويتها عامله ازاي. ديكيش بعد ما طلعت من الفرن ضفت عليها الجبنه الموتزاريلا وهدخلها الفرن تاني. طيب لو ما عندكيش جبنه موتزاريلا، ده وش اللبن ممكن حضرتك تحطيه على وشها كده، هيديها لون وهيديها ريحه وهيديها طعم كريمي جدا. طبتيش بالجبنه الموتزاريلا اللي انا حطاها، ممكن تحطي وش اللبن هيديها طعم كريمي ودسم جدا. هدخلها الفرن تاني 10 دقايق بس، هتاخد لون والجبنه تسيح، وبعدين هنقدم مع بعض اجمل طواجن مكرونه جوسي جدا وكريمي جدا من ربع فرخه في التلاجة. طلعت من الفرن بالشكل بيوصف الريحه وبيوصف طعمها عامل ايه. وبكده اقول لك استمتعت جدا معاكي بالفيديو، يا رب اكون فدتك ولو بمعلومه بسيطه، واستودعكم الله واشوفكم فيديو تاني جديد.